حكاية شارع. أنا هحكي لكم قصص من الشارع، استعدوا للمغامرة. عمرك مشيت في شارع وحسيت إن ليه روح؟ الشارع ده مش بس مباني ومحلات، ده تاريخ بيتحكي. وأنا النهاردة جاي أحكي لكم حكاية شارع. السلام عليكم. ماشي. عند بوجة الصلح. انا بصور ها؟ بس هو هتنزل على تيك توك ولا كده؟ لا مش بنزل على تيك توك، بس بنزل على يوتيوب. لا طيب عشان خلاص المدير بكلم بقى. ماشي خلاص. انا اسف، ما انا بصور كده كده. لا انا اتكلم بس ما تصورنيش. طيب ماشي، صوت بس يعني. ماشي. ده يا فندم احنا في القبه بتاعه الملك الصالح نجم الدين ايوب، اخر سلاله صلاح الدين. الملك ده اللي كان بيحارب لويس التاسع رئيس فرنسا على ارض دمياط والمنصوره، ووقت المعركه جاله مرض مزمن توفى الملك الصالح. اخفت شجره الدر عن الجنود، عن الجيش والشعب، عن وفاته، وحطوه في الصندوق اللي قدام حضرتك دوت من المنصوره من طريق البحر في السفن والمراكب. طبعا في الصندوق ده هل جعل المعز هنا؟ لا، امال راح فين؟ راح على قصر المنيل الروضه. ولما شجره الدر انتصرت 15 شعبان طبعا على لويس التاسع رئيس فرنسا، اعلنت بوفاه الملك الصالح نجم الدين الايوبي، وامرت المماليك يجيبوا الجثمان من الروضه من المنيل من القصر بتاعه ويطلعوه من الصندوق اللي قدام حضرتك دوت وينزلوا القبر بتاعه. بقاله قد ايه؟ 770 عام. الخشب اللي قدام حضرتك ده يا فندم ده خشب من اقوى الخشب، اسمه خشب الصندل. الخشب ده بيتصنع منه السفن المراكب ريحه البخور. بقاله 770 عام من عصر ما جه فيه جثمان الملك الصالح، واسمه قدام حضرتك اهو السلطان الملك الصالح نجم الدين الايوبي محمد الكامل العادل. ده يا فندم الصندوق اللي جه في الجسد الملك الصالح. تسكت شجرة الدر؟ برضه لا، أمرت بإنشاء شباك اسمه شباك الطاووس من حبها للطاووس. نشأته في هذا المكان ده كانت لما بتيجي تزور الملك الصالح من قصر المنيل كانت بتقف خلف الشباك ده تبص على الجيش والشعب، ومحدش كان بيقدر يشوفها من خلف شباك الطاووس ده من 770 عام. كان الشباك الطاووس ده كانت شجرة الدر لما كانت بتيجي تزور الملك الصالح وهي متجوزة السلطان عز الدين أيبك، كانت بتيجي من قصر المنيل وتقف خلف شباك الطاووس ده. ولو جبت الطاووس هتلاقي التاج وديله بنفس المنظر ده. كانت شجرة الدر بتقف خلف الشباك ده ومحدش كان بيقدر يشوفها طبعا من الشارع المعز الدين الله الفاطمي منطقة القاهرة القديمة. ماشي يا وليد. بص وليد اللي كان بيشرح لنا من شويه ده قال لي على التاج اللي فوق القبه ان هي نفس الخوذه اللي كان بيلبسها صلاح الدين الايوبي، هي نفسها بالظبط، وهي فعلا نفسها.
السبيل ده اتبنى سنة 1744، واللي بناه عبد الرحمن كتخادة، وده كان رجل من رجال الدولة في العصر العثماني، كان شخصية مهمة يعني، وكان معروف عنه إن هو بيعمل ترميمات كتير في القاهرة. والسبيل كان زمان عبارة عن إن هو بيقدم مية للناس، لأن كان طبعا مفيش شبكات مية. دي خريطة المكان وبيانات بالتفصيل عن السبيل من وزارة السياحة. الزخرفة والنقوش اللي كانت موجودة على الواجهة واللي كانت موجودة على الشبابيك، يعني حاجة من أروع التصميمات والفكر. فهما ما كانوش بيعملوا حاجة كده بس، يعني هو مش عامل حاجة سبيل هيطلع مية للناس وخلاص، لا هو كان بيعمله بفن، يعني عامل الحاجة بذوق، مش عامل حاجة كده وخلاص. يعني شوفوا التصميم وشوفوا الزخرفة اللي موجودة على المكان، شوفوا قمة الإتقان. يعني الشبابيك دي كلها نحاس. تحت كان في خزان مية في السبيل علشان يسقوا بيه الناس، وده مجانا لوجه الله يعني. وبالنسبة للدور اللي فوق كانوا بيعلموا فيه، كان كتاب وبيعلموا فيه الأطفال القرآن الكريم. السبيل ده موجود في قلب شارع المعز، يعني كان موجود في وسط الآثار الفاطمية، وده بيخليه جزء فريد، بيخليه لوحة ما بين العصر العثماني والعصر الفاطمي. دي حكاية خير موجودة من العصر العثماني، حبيت أقول لكم عليها النهاردة. يا رب تكونوا اتبسطتوا من حكايه شارع. خليكم دايما معاه، ما تروحوش في اي مكان. وبكره معانا شارع جديد وحكايه جديده، يا رب تعجبكم. انا سعيد معاكم وسعيد بكل التعليقات بتاعتكم. شكرا ليكم، شرفتوني.